بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعين الكرام، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة. راجينا من الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أبناءنا، وأن يبارك لنا في صحتنا وفي أموالنا وفي أهلنا. الله يجزيكم بخير. كنت حطيت لكم واحد المقال، هو ماشي مقال، عفوا منشور في المنتدى، فيه بيع الكلية. وحقيقة أنا درت متعمد هذا المنشور لمسألتين مهمتين. أولا، المسألة الأولى هي متعلقة بالمتتبعين، وهذا المتتبعين اللي علقوا لي يعني حقيقة تفاجؤوني كثيرا، وهم أوفياء للقناة. يعني أقول ربما دي السنة الخامسة أو الرابعة على التوالي، وهم يعني لدرجة أنني قلت سفر فهموني وعرفوني إلى غير ذلك. وبعض الأخوات يلا حديثي العهد بالقناة، يعني تقريبا عام حتى عام ونص، حتى هما يعني داروا نفس التعليقات ووقتهم، وكيتواصلوا معايا بالواتساب. لما كنقول كيتواصلوا معايا بالواتساب، ما نذكر شيء الحسابات هادو اللي كيتواصلوا معايا بالواتساب، مي انا ملي غادي نسالي الفيديو انا اللي غنتواصل معاهم. لان الفيديو المنشور لو انكم قريتوه مزيان كنتو غادي تعرفوا ماشي عبد الرحيم. الاولى هو ان في البدايه ديال المنشور داير لكم منقول، يعني هذا ليس كلامي، هذا هو اللي عنيت به انا. معليش تنعتذر لكم لان علي فقل من النعاس. المهم انا غنكمل الفيديو ديالي، ما عنديش شي وقت من غير هذا فين ندير الفيديو. المسألة الثانية هي يعني الكتابة، هي ليست بالكتابة ديالي. يعني انتم تعرفون جيدا أن الكتابة عبد الرحيم تكون مزربطة مخربقة فيها لخبطة إلى غير ذلك. وهذا الشيء كنت درت عليه كاع واحد الفيديو لما كانت عقبت واحد الأخت على أن في شي إحدى واش نقدر نقول لكم شي حاجة واش متعلقة مبقيتش عاقل بايموجيات او شيء من هذا القبيل، وقالت لي لا ماشي هكا عبد الرحيم خصك دير لها هكا. المهم انا درت فيديو وشرحت فيه مزيان هذا الامر هذا. هذه نتمنى على ان تكونوا تفهمتيوا هذه المساله، لان هذا جروب في الفيسبوك اللي كان ديال الحي ديالي فين كنسكن انا، ويؤسفني ولكن اعدكم اذا ما كانش تمحى هذا المنشور راه ما غنقدرش نولي نجيبه من بعد. اذا كان المنشور باقي انا راه ما نكذبش عليكم ساعه وانا كنبحث عليه حتى ندمت على اللي حطيته في المنتدى. علاش ندمت؟ لان اول حاجه المتتبع ما فهمش المقصود ديالي. انا قصدت بانكم نتوما تعطيوني الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم حول هذا المنشور هذا، فهمتي؟ وكان بالاحرى المتتبع يسول علاش عبد الرحيم، ربما كنت باغي ندير انا هادشي، علاش عبد الرحيم باغي يتبيع مثلا هذيك الوا ديالك، او لا على الاقل نتواصلوا معاك، او لا هذيك النضج حقيقه ما عجبنيش في التعليقات. رغم على انك تعرفوا عبد الرحيم الحمد لله ولله الحمد انسان قانوع، ولو انني كنت بغيت ندير اشياء اخرى والولد ديالي محتاج لواحد الدرجه لا تتصور بالنسبه للمرافقه. لولا بعض الناس جزاهم الله عنا كل خير ما كان ولدي غادي يقرا هذا العام بحال وليداتكم. وهكاك ما مشيت لا درت لا نداء لا في جرائد الكترونيه ولا في قنوات ولا لهذه المساله هذه. ثم المساله الثانيه، لو ان عبد الرحيم كان بغى هذه الاشياء، لو منين جات عنده الاخت مريم في 2018 كان بامكاني ندير هذه الاشياء. والحمد لله هي راه مازال كتذكر، واخا محات هذا الفيديو غادي تقول الحق وتقول فعلا هذا السيد راه كنت سقسيته وقال لي بان لا انا باغي غير لولدي الترويض، وباغي لولدي يعني لشي واحد الجمعيات او لا مراكز اللي يقدروا يتطوعوا في هذا الشيء ديال التوحد ويعاونوا ديرها. الحمد لله حنا ربي رازقنا القناعه، وما غاديش توصل بينا ديك الدرجه على اننا نبيع لك الوا ديالي من اجل واحد الاشياء اللي هي زائله، وانا اعرف ما اقول. هذا هو اللي كاين. لا احيانا الله سبحانه وتعالى حتى انني نبيع عضو من اعضاء الجسم ديالي. غير هو حقيقة كان بالنسبة لي أنا منشور، كان في نفس الوقت كان هو بالنسبة لي عاد عرفت المتتبعين على حقيقتهم. حقيقة ما كنتش كنتوقع مثلا أخوات لما غيسمعوا هذا الفيديو يقدروا ما يعلقوش، ولكن كنتمنى يعلقوا لي في الفيديو
وغادي نتواصل معهم ونقول لهم هذا ماشي تعليقكم حقيقه، لان انا داير منقول، كلمه واحده اللي كتب هي اللي كتبت انا، هي منقول. اذا انا بالنسبه لي راه الا لقيت هذاك الرابط ديال ديك المنشور راه غنحطو لكم، ما لقيتوش الله غالب، يا اما انا تلف ليا في المجموعه، يا اما السيده اللي كتبته محاتو، لان كثرت التعليقات اللي داروا لها كلها كانت سلبيه على هذه المساله هذه. ثم الحمد لله بالنسبه لديننا الحنيف، فما يمكنش انا نبيع الكلوه ديالي من اجل هذا الشيء كاين عليه ديننا الحنيف. هذاك الشيء علاش يعني عبد الرحيم ما غيقدرش يدير هذه الزله، وحتى كنقولها كان غادي يديرها ما كانش غادي يديرها على العلن، وغادي يستر راسو ويمشي يديرها، فهمت؟ هذا هو اللي كاين. ونتمنى على انكم تكونوا تفهمتوا، ولا ما تفهمتوش انا ما نقدرش نزيد اكثر من هذا الشيء، وهذا هو اللي كاين. وانا قلت لكم يعني كاين حوايج وصلنا ليها وحتى واحد ما كيعلم بها الا الله سبحانه وتعالى، وانا والمدام ديالي. اما باش غنمشي ندير هذا، نجيكم صريح في الاول في الاخير كاع الا وصلت بيا الدرجه وصحابكم من هاد القناه كناكل منها كاع، ولا كتعطيني شي عام ديال ما عرف كل شهر صحابكم انا راني كتدخلني 400,000 درهم ولا 40 درهم ولا ما كتدخلني حتى ريال واحد الله ما كنشدو كاع الا بغيتو تثيقوا. وبغيتو هاد القناه نعطيك واحد المود باس جمال يمشي يقرا هاد القناه هادي باش نقولها لكم، فهمتي؟ اخر ما دخلني هي 16000 ريال، قل شحال واش قل 1000 ريال ولا مع 15000 ريال، 16000 ريال ما كاملاش العام اللي داز دخلتني في العيد الكبير. صحابكم دابا نتوما هذيك راه غتوكلني وتشربني ولا غادي ديروا له، وما دخلتنيش حتى عن طريق الاشارات، دخلتني عن طريق بعض الاخوات الله يجزيهم بخير اللي كانوا ساهموا في السوبر شات. هذا هو اللي كاين. اما بالنسبه للاشهار قليل من الاخوان اللي كيخليه يدوزوا، كثير من الاخوان اللي ما كيخليش يدوز. وانا بالنسبه لي بحال خليتوه الان يدوز بحال ما خليتوش يدوز. غير الله يعطيكم السر كونوا شويه في التعليقات يعني رحيمين، ما تبقاوش تسرعوا بزاف، طرحوا شي اسئله مثلا علاش درتي انت هذا المنشور، ياك لاباس اخويا، شنو وقع لك، على الاقل نعرفوا غير ما بك، واش مريض، واش كذا، واش هذا، وماشي لا واحد يكتب لي استغفر الله واتوب اليه ربي عطانا الصحه ونمشيو هذا، واحد كيدير لي فيها الوعظ الديني والارشاد، مع العلم على انني انا كنعرف هذا الشيء، مع العلم على انني انا اللي كنبقى نكتب هذه المنشورات هذا في المنتدى. ولكن الانسان يعني واحد يقول لي دير فيديو حق طلب فيه المحسنين باش يشريوك الدار، واحد لا صاحبي لا راه ما كنسعاوش حنا في القناه ديالنا، الله يرحم لكم الوالدين. وما عمري كنت كنقولها لكم ديما في القناه ديالي، كنقول لكم انا ما تنسعاش، ولا بغيت نسعى راه ما غنديرش ندير قناه، وغنمشي للجامع ونسعى ونخرج ونبيع وندير اي حاجه، وغنعيش عيش كريم بلا شوها، بلا ما غيعرفني حد، فهمتوا؟ هذا الله يرحم لكم الوالدين. تسرعتوا حقيقه لهذه الاشياء هذه ما عجبتنيش انا في المتتبع، هذه هي الحقيقه الله. لان انا كتبت لكم منقول، هذيك منقول يعني انني انا راني غير كوبيت كوليت واحد المنقول باش تعطيوني رايكم فيه، لكن الاغلبيه ماشي الاغلبيه كلكم مشى في اطار على ان راه عبد الرحيم غادي يبيع الكلوه ديالو. مع تحياتي واحتراماتي لكم وشكرا جزيلا لكم. والحمد لله عرفنا تعليقاتكم، وعرفنا الاخوان والاخوات من خلال التعليقات ديالهم على انهم حقيقه كيتسرعوا بعض شي مرات، لا عليهم ماشي مشكل. انا كان هذا غير بالنسبه لي منقول، ودرت واحد سبحان الله العظيم كأن المتتبع تمتحن في هذه المساله هذه، تمتحن رغم على انني كنت كندير انا فيديوهات ديال على الابن ديالي اللي ما كنت كنشد فيه على حساب الترويض او على حساب المرافقه ولا المرافق اللي غادي يدار ولدي، وقليل اللي كان كيبارطاجي او ربما ما كانش كيتبارطاجي، والعدد ديال المشاهده كانت كتبقى هي. هذا دليل على ان حقيقه القناه ديالي غير سميتها قناه، او لا بعض المتتبعين اللي كيقدروا يتعاطفوا معنا، او الكثير منهم كيبين لنا غير ديك التعاطف ديالو، هو في الحقيقه ديالو راه ما تيتعاطفش معايا، ما تيبارطاجيش هذا الفيديو ديالي حتى باش يوصل غير الصوت ديالنا لهاد الناس هادو مثلا اللي غادي يعاونونا. والله خلونا، انا والله ما اختاريت ما انتقيت كلمات من اجل التحدث معكم ولا شيء من هذا القبيل، بل داكشي اللي بغيت نقوله خليته كما هو وغنقولوا، ما نختار منه حتى شي حاجه. تنودعكم ان شاء الله، الامل اللقاء بكم في فرصه قادمه بحول الله. اترككم في رعايه الله، السلام عليكم.